إمام زين العابدين عليه السلام في حالة الأسر وفي حالة الانكسار الظاهري كما يتصورون، عندما صعد على المنبر لم يكذبه أحد من الحضور، التفتوا إطلاقا، مع أنه تكلم بكلام كبير لم يجرأ أحد من الحضور أن يكذبه، لأن هؤلاء لا يعلمون ما القضية، لا يفهمون شيئا. ادعى الإمام عليه السلام دعاوى مرتبطة بالله، لم يجرأ هؤلاء حتى يزيد أن يقول له أنت كاذب والعياذ بالله. أكثر ما قيل عبيد الله عندما مجادلة: أليس قد قتل الله عليا؟ قال: كان لي أخ يدعى علي قتله الناس، الله ليس له علاقة بالقتل، الله أنتم قتلتوه. زينب عليه السلام أيضا تبين: هؤلاء قوم برزوا إلى مضاجعهم، الله تعالى أرادهم في شيء برزوا إلى مضاجعهم، لا توجد خلة عندنا. الإمام عليه السلام لاحظوا قال: أيها الناس، بعد أن استأذن إذنون بالتي واللتيا وهم يظنون أنه لا يحسن شيئا. أيها الناس، أعطينا 6 وفضلنا 7. لاحظوا هذه المقدمة، حقيقة مقدمة تجبرهم على الإصغاء، كما نعبر حسن المطلع: من أنتم حتى يعطيكم هذا المقدار، يعطيكم 6 ويفضلكم 7؟ لكن الإمام أراد أن يلتفتوا، هؤلاء غارقون في الدعاية. قال: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. أي مؤمن غير مزور يحبنا. قال: وفضلنا، لاحظوا التفضيل، بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله، ومنا الصديق أمير المؤمنين، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد الرسول، ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنا، لاحظ، سبطا هذه الأمة وسيدة شباب أهل الجنة.